وعليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، يا ربي إن شاء الله راكم كامل بخير. اليوم حبيباتي حندير لكم درس على السريع هكذا على كيفاش نصبغوا الشعر الأبيض بلون فاتح، وهذا كان يعني سؤال تاع إحدى المتتبعات. إذا الشعر تاعنا إذا كانت النسبة تاع الشيب 80%، 90%، 100% شيب، وحبينا نصبغوا مثلا لون فاتح، الالوان الفاتحه اللي هي البنات كي نقولوا لون فاتح نروحوا من هذا رقم 9 رقم 10، دونك الى مثلا الوان انعكاسيه هذه اللي هي 9 3، دونك 9 3 10 3 8 3. كون نديروهم البنات مباشره على الشيب واش راح يصرالنا؟ ما همش رايحين يحكم الصبغه الشيب، ان فوا نغسل برك يعاود يظهر لي الشيب. اذا ما هي الطريقه الصحيحه يعني باش نصبغوا اللون الفاتح على الشعر الشايب؟ اذا كاين طريقتين البنات. اولا هي طريقه تفتيح الشعره بالبلوندور. البلوندور البنات اللي هنا كل واحد يختار، انا مش حنقول لك خدمي بالبخوجوي هذا ولا هذا، كل وحده تخدم بالبخوجوي اللي مرفه تخدم به. اذا راح نديروا تفتيح لون بواسطه البلوندور على الشعر الشايب. اذا مش راح ياخذ بزاف وقت، تم راح يطلع لنا البنات واحد اللون هكذا اصفر. ينفو يطلع لنا هذاك اللون الاصفر راح نابليكي مباشره اللون تاعي. بيان سور بعد ما نكونوا غسلنا وشيحنا الشعر قسمنا الشعر ونبداو نابليكيو الصبغه، ماهوش مباشره. اذا مثلا لا كليون تاعي البنات، اذا هذا بما يخص الطريقه الاولى. لا كليون تاعي مثلا طلبت لي قالت لي حابه ندير انا هذا اللون 9 3. انا كون نابليكي لها 9 3 اللي هو لون يا البنات انعكاسي مباشره، مش راح هذا ثاني مش راح يشد يعني، مش راح يثبت يعني. دونك لازم دائما نضيفوا له اللون الاساسي تاعو. شو اللون الاساسي تاعو؟ هو رقم 9. دونك رقم 9، دونك رقم 9 اللي هو هذا الأشقر الفاتح جدا. دونك إذا كان حبت مثلا 9 1 اللي هو هذا، نفس الشيء راح ندير هذا ومعاه رقم 9، وهكذا. حبت 9 4 نفس الشيء ندير 9.4 نضيف لها 9. حبت مثلا فلنفرض انها حبت 8 1 راح نضيف معاه اللون تاعو اللي هو 8، وهكذا. اذا هذه فيما يخص الطريقه الاولى. اذا دوك نعطيكم البنات شحال تحطوا من الصبغه الانعكاسيه وشحال تحطوا من الصبغه الطبيعيه. نروح على الطريقه الثانيه ونعاود نرجع لكم للكميه. اذا الطريقه الثانيه وش هي؟ الطريقه الثانيه هو انني ما نستعملش هاد لابودغ، يعني ما نستعملش لابودغ ديكولورونت. راح نروح البنات نخدم بالصبغه المفتحه هذه اللي هي رقم 12. لما عندكمش هذا اخدموا البنات بالمحايد. محايد هذا اللي تلقاوه البنات في بعض الصبغات تلقاوه يحمل رقم 0.0، وفي بعض الكتالوجات نلقاوه 0. اذا هذا هو المحايد ولا الحيادي، كل واحد كيفاش يسموه. دونك الصبغه الانعكاسيه تلقاوها البنات، الصبغه المفتحه تلقاوها البنات كيما هكذا. مثلا ندور لكم هنا باش تشوفوا مليح. اذا هذا دونك سي ان سوبر اكليرسيسون، يعني راهو مفتح تاع الشعر. اذا واش راح ندير؟ راح نخدموا بهذا. اذا اختاروا اي ماركه تحبوا، المهم تكون رقم 12 وتكون صبغه مفتحه. اذا راح نخلطها البنات بلوكسيدون 30 فوليوم. راح نحط الكميه، مثلا نفرض اني حنحط 1:2، معناها راح نحط مثلا 60 غرام من هذه، نضيف معاها 120 ملي تاع اوكسيدون 30 فوليوم. راح نخلط مليح البنات الصبغه تاعي ونحطها على الشعر الشيب. راح نخليه 45 دقيقه الى 50 دقيقه. بعد ذلك واش ندير؟ نغسل الشعر تاعي مليح، نجفف الشعر تاعي، ونبدا لابليكاسيون تاع الصبغه اللي كما سبق وذكرتها، يعني اللي هي الصبغه الفاتحه اللي اختارتها الزبونه. اذا نفرض البنات كما قلنا قبيل، مثلا ناخذ كمثال رقم 9، هذا هو الطبيعي، والزبونه حبت لنا 9 1. اذا واش ندير انا؟ راح نخدم انا نفرضوا شعرها قصير راح نخدمه ب 60 غرام. اذا راح نديو البنات من هنا
نديو 48 غرام، يعني نعطيكم الحساب بالغرامات كد كي تحبوا البنات تقولوا ما عندناش غرام، كيلو شتو داك الميزان تاع الكاطو، الناس كل عندهم ميزان هذاك تاع الحلوى، دونك تقدروا تكيلو يعني به. دونك حين تكيلو 48 غرام من هذه اللي هي رقم 9 معاها 12 غرام من هذه، دونك والطالب تاع الزبونة أو هذا. إذن وكون ديروه وحده كما قلت لكم قبيل مش راح تشد الصبغة، دونك دايما نخلطوه مع اللون الأساسي، واضح؟ خاصة إذا كان الشيب قوي، يعني إذا كان الشيب 100% و80% و90%. إذن كملنا لو ميلونج تاعنا. شحال نحطو لوكسيدون؟ نحطو نفس الكمية تاع لوكسيدون البنات، يعني درت أنا بين هذه مثلا هنا 12 وهنا 48 راح تولي لي 60، دونك نحط 60 ملي اوكسيدون 20 فوليوم. ولهنا ملاحظه كان هذا يعني الدرس تاع اليوم، يعني درس سريع، وان شاء الله ربي نكون يعني قدرت نوصل لكم المعلومه. اذا نخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.